السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين أحفاد القردة والخنازير. اللهم يا رب العالمين انتقم منهم، اللهم دمرهم تدميرا. يعني حاجة صعبة، وادعوا لهم يا جماعة، ادعوا لهم. ده أقل حاجة نقدمها يعني. رضا عبد العال بيقول لك إن جماهير الزمالك أحسن من جماهير الأهلي بكتير، وأفضل منهم بكتير، وبيفهموا عنهم بكتير. أنا ما بحبش المقارنة بين الجماهير دي أو بين لاعب ولاعب. النظام اللي شغال دلوقتي في الميديا وفي البرامج حتى التلفزيونية يعني بتعمل مشاكل. يعني كل واحد وليه طعم وليه لون، لكن ماشي. احنا هنقول ان جماهير الزمالك احسن من جماهير الاهلي. ليه بقى؟ يعني ليه سيادتك يا استاذ رضا؟ يعني يا ريت يعني تتحفنا. قال لك لان جماهير الزمالك لما لاعب ما بيلعبش بتفهم، فلما بتفهم بتستوعب، فلما تستوعب تروح عامله ضغط على الاداره تخلي اداره الزمالك تلاعب اللاعب. لكن جمهور الاهلي ما بيعملش الكلام ده. جمهور الاهلي بتلعب ما بتلعبش هو بيشجع وخلاص. طب هو الجمهور المفروض ان الجمهور يضغط على الاداره؟ يعني حتى ارائك اراء غبيه. يعني ده يدل على الغباء، غباء وعبط. يعني الاتنين يعني زي اتنين شاليموه كده، يعني بتشدهم من مكان واحد. يعني انا عايز افهم يعني ايه الجمهور هو اللي يتحكم في الاداره؟ يبقى اداره ضعيفه، اداره مش فاهمه، اداره مش واعيه، اداره مش دارسه، ما عندهاش اي خط شغاله عليه، شغاله سبهلله. الجمهور بيحب لاعب زي شيكابالا، مستواه تعبان، مسن، ماشي بعكاز، بس الجمهور حبه ليه؟ لانه حراق، الراجل حراق وبتاع فيلعب مع انه ما بيفيدش الفريق. يبقى هو ده الجمهور اللي بيفهم. انت راجل لا مؤاخذه، حلوه لا مؤاخذه دي، يعني انت راجل لا مؤاخذه فعلا. لما يبقى المطلوب من الجمهور ان هو يوجه الاداره، والاداره كمان تستجيب، تبقى اداره فاشله، اداره ما بتفهمش حاجه. المفروض ان الاداره دي عندها متخصصين في كل شيء، تخصص اداري، تخصص مالي، تخصص رياضي، تخصص كل واحد فيهم يفهم عن مليون. المفروض ان انا باخد الخلاصه بتاعت الخبرات دي. الناس دي عندها خبرات مش موجوده عند المشجع. المشجع بيشجع بعواطفه، يعني في جزء كبير قوي منه بالعاطفه، لكن الناس دي بتبقى ليها خبرات حصلت قبل كده، فاهمه ان لو حطينا ده ممكن يحصل زي ما حصل قبل كده كذا كذا كذا، وبيبقى فيه وعي. الناس دي المفروض انها دارسه، فانا المفروض ان انا اشجع اللي بيلعب. انا مع الاهلي مش مع اللاعب، لكن بقى الجمهور هو اللي بيفهم، اللي هو مع اللاعب ضد الاداره ده. تاني حاجه قال لك من ضمن كذبه برضه عشان تعرفوا انه انسان كذاب، كذاب فعلا. يعني بيقول لك ان هو لما راح النادي الاهلي كان صالح سليم ليه مبادئ وقيم واخلاق وبتاع، وانا كنت حابب المبادئ والقيم دي. ولما مشي صالح انا سبت النادي عشان انا ما اقدرش امشي من غير قيم. يعني انا بحب امشي ومعايا شنطه القيم كده. كذاب. هو ماشي من النادي الاهلي، الاهلي مستغني عنه، استغنى يعني ما باعوش بفلوس. يعني زي ما تكون كده واحده عملت خلع لجوزها، مش محتاجه منك حاجه. خلع غير الطلاق، يعني الطلاق ليه قيمه، لما تيجي تطلق بيبقى فيه قيمه. الخلع بيبقى اذلال للراجل، هو كده. يعني احنا مش عايزينك يا ابني. مشي سنه 98. صالح سليم رحمه الله عليه توفاه الله وهو رئيسا للنادي الاهلي سنه كام؟ سنه 2002. يعني انت يا كذاب لما مشيت من النادي الاهلي كان لسه صالح سليم رئيس للنادي الاهلي، قعد كمان بعد منك 4 سنين. يبقى انت راجل كذاب. انا مش عارف انت ما بتقراش.
انت بتطلع كده يلا النهارده هنيجي ندب وبتاع الاهلي ايه اخباره، في مش عارف ايه، يبقى هنعمل حلقه بقى نار، تعالوا بقى يلا قوم. هو ده اللي انت بتعمله. لكن انت انسان جاهل، ولا بتقرا ولا بتدرس ولا فاهم انت بتقول ايه. انت كنت عامل خطه ل10 لاعبين، خطه ب10. جه المشجع كلمك وانت وخالد الغندور قال له انت عايز تغلب ب10 لاعبين. يعني الراجل اللي يكلمكم في التليفون ده بيقول لك انت هو انت بتفهم؟ انت بتفهم؟ محمد ابو الوفا اللي هو شغال في الاتحاد، من ضمن الناس اللي هي لازقه زي وليد العطار دول وبتاع مش عارف ايه، اللي حضر الفيديو بتاع مرتضى لما راح كان عايز يسجل اللاعبين وراح ماسكهم غاسلهم وكله كان بيخلع منه كده دوت. العطار يهرب كده يعمل تليفونات ومش عارف ايه، ده يعمل تليفونات كده ما قدروش يتكلموا معاه، وزعق لهم قال لهم ازاي تحطوني في كفه واحده مع كهرباء. قالوا له ما انت ما جيتش، انت لو جيت كنا اعدمنا لك كهرباء، كنا هنعاقبه من غير حساب. يعني بيقول له انك انت لو جيت احنا كنا هنعاقب كهرباء من غير ما نحقق معاه، بس انت اللي ما جيش. بيقول لك انتوا بتتكلموا على محمد صلاح وان هو ساب المنتخب ومشي، وما بتتكلموش على الشناوي. اولا انت انسان جاهل، جاهل بجد يعني. لان اولا ان المفروض ان لاعبين في المنتخب، فانت ما تجيش مع واحد ضد واحد، ده اول حاجه. يعني المفروض انك انت ما تهيكش الجمهور على واحد وتيجي تطبطب على واحد. ده دليل على جهلك، على انك انت راجل مسؤول وجاهل. تاني حاجه بندلل برضو على جهلك، انك انت عايز تجيب لي شد عضلي او مزق عضلي محتاج راحه وتمارين ومساج ومراهم وبتاع وكده واستشفى، زي واحد كتفه مخلوع وراح عمل عملية في ألمانيا، عملية لدكتور متخصص في ألمانيا، لأن كان ممكن كتفه يبوظ. يعني لو استنى لنهاية البطولة ممكن يحصل مضاعفات، ممكن يحصل نزيف، ممكن يحصل، لكن ده يبقى ده دليل على انك انت انسان جاهل. نيجي بقى لأستاذ أحمد سليمان. أحمد سليمان قال لك إن كل اللاعبين اللي عقودهم منتهية مع أنديتهم في الدرج عند حسين لبيب. يعني هم بيدوروا على اللاعبين اللي، يعني ده اعتراف ضمني بإن هم بيدوروا على اللاعبين اللي عقودهم منتهية والنادي ما بيجددش معاهم. يعني بصوا أنا بقول لكم أهو، صفقات الزمالك دي كلها مش هترسل على صفقتين، بالكتير قوي صفقتين 3. شوفوا هم جايبين 15 صفقة كلها فيستك. طيب وصفقة زياد كمال اللي انتوا زعلانين منها وبتقولوا انها يعني الزمالك مضحوك عليه، دي اكتر صفقة ناجحة عند مين؟ ناجحة عند انبي. يعني لما انبي تدي لك لاعب اعارة ب 30 مليون جنيه وعرضكم انتوا الباترينا، يعني عاملاكم انتوا باترينا، وكاتبه في العقد انها لو باعته اول موسم تاخدوا 10%، تاني موسم 20%. ده دليل على ايه؟ على ان اللاعب ده لما تحطه في الزمالك الناس تبص عليه، لما تبص عليه ممكن يتباع، لما يتباع في الزمالك غير لما يتباع في انبي. بس انت هتضحك علينا ولا هتضحك على نفسك؟ انهي لاعب في مصر كلها يطلع لاعب اعاره ب 30 مليون جنيه؟ وانهي نادي في ناس يقبل الكلام ده؟ يعني برضو اتكلم كلام معقول. ميدو بيطبل لحسام حسن وبعدين بيقول لهم ايه؟ بطلوا بقى تترعبوا من نجوم الكوره. بيقول الكلام ده لمين؟ للاتحاد. يعني المفروض ان كنتوا كلكم مرعوبين من نجوم الكوره واجلتوا التعيين ده فتره طويله عشان ده نجمه. مين يا ابني اللي مسؤول عن تعيين المدربين في المنتخب؟ انت يا ابني مش كنت بتقول ان حازم امام ده مفيش زيه؟ انت مش عارف اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ يعني انت اللي بتقوله الصبح غير حالتك يعني بتبقى مختلفة. انت ما انتش فاهم انت بتقول ايه؟ انت مش قلت حازم ده مفيش زيه وبتاع؟ طب مين اساسا اللي بيعين مديرين المنتخب غير حازم امام؟ مين اللي مسؤول؟ مين اللي حط العقدة في المنشار وقال لهم انا مش حاضر اجتماعات والموضوع بتاع المدرب ده مسؤوليتي غير حازم امام؟ مين اللي لما اختاروا ايهاب جلال رفض؟ مش هو الراجل بتاعكم؟ مش هو حازم؟ انت بتدافع عن حازم
ولا انت اساسا بتدافع عنه عشان لازم تدافع عنه هو زميلي، هو انتيمي، فانا دافع عليه لو حتى في الباطل. يعني افهم انت بتقول ايه. بيراميدز دلوقتي بيطلب بتأجيل المباراة ليه، وهتتأجل المباراة. هل شلبوكة بتاع الدلبوكة بتاع اعلان الكلوتات ده هيتكلم عن الست عواطف ومواقف وبتاع والردح وقعدة الفسحة اللي كان بيتكلم فيها دي؟ ها؟ ولا بيراميدز ما تقدرش تتكلم عنه؟ ما تقدرش، لانك انت لو اتكلمت هتطرد بره السعوديه، لانك انت من اكلين على كل الموائد. بيراميدز دلوقتي هو اللي بيطالب تاجيل مباراته مع الاهلي، انت هتتكلم؟ لا مش هتتكلم. اخر خبر معانا ان النهارده بمشيئه الرحمن في وقت متاخر هيصل بمشيئه الله بيرسي تاو للانضمام للبعثه قبل السفر للجزائر، لكن قبل ما يتحرك معاهم ان شاء الله هيتعمل له طبعا تحاليل واشاعات للتاكد من حالته الصحيه بمشيئه الرحمن، يكون كويس ويكون الموضوع كله كان اجهاد وارتاح. ان شاء الله نتمنى كل خير للنادي الاهلي، ونتمنى لبيرسي تاو وكل المصابين الشفاء العاجل بمشيئه الله. ويا ريت ما تكونش نسيتني في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتدعيم زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.